دخول الفريقين إلى أرضية الميدان هاي الجزائر واحدة موحدة، ما أجملها من صورة وما أجمله من قميص بين يحمله لاعبي المولودية. طبعا هكذا الصورة متجددة وتتجدد. الأسبوع الماضي شاهدنا ما قام به أنصار شبيبة القبائل بمناسبة مباراتهم أمام اتحاد العاصمة، وتلك الراية العملاقة التي لم تحتاج لا لأي ترجمة. الجزائر موحدة، هي الراية الوطنية المرفوعة على مدرجات علي عمار. هذه الراية صدقوني قبل أن ترفع بالأيدي مرفوعة بقلوب هؤلاء الشبان، هؤلاء الرائعين الذين يرفعون راية الجزائر خفاقة. ما أجملها من صورة وما أحلاها من صورة وما أروعها من صورة معبرة. قاسي يعقوب تعود لخليف مروان، الكرة تمر دائما لخليف، عادت لقاسي على الجهة اليسرى. الانطلاقة هاي صعبة، هذه دائما لمصلحة فريق مولودية الجزائر. وزينان كيبري يدخل داخل المنطقة يسدد، هو الهدف الأول لمصلحة المولودية مع هذه البداية والتسديدة القوية. هل هو بنحو أو مسوس أمين هو من افتتح باب التسجيل في حدود الدقيقة الخامسة بعد عمل فردي داخل منطقة العمليات. مسوسة دخل توغل، أخذ الكرة في لحظة غفلة دفاعية من جانب عناصر فريق اتحاد خنشلة، فك الشفرة الدفاعية لهذا الفريق وأربك حسابات هذا المدرب الذي أصبح يشاهد وفقط ومنح الفرحة لهؤلاء. هنا انطلق كيبري، من هنا بدأت الحكاية. راوغ ومرر، لعب مسوس الأول والثاني والثالث وسدد بكرة كانت تبدو سهلة، ولكن هذا ما يعرف بالسهل الممتنع. هدف لا أقول حتى لا أبالغ، ولكنه راوغ الأول والثاني والثالث وسدد، وليتيم لم يتمكن من صد ورد كرة الهدف الأول للمولودية في الدقيقة الخامسة. استرجع علي بن داود أيمن يلعب مع ماتوتي المراوغة أمام لاعبان ضيعها. انطلق كيبري، وصل كيبري، راح كيبري ينتظر هبا يزيد وكيبري واصل يدخل يوزع، ولكن عودة الدفاع في آخر لحظة. انطلاقات كيبري هذه مرعبة، انطلاقات كيبري مقلقة لدفاعات اتحاد خنشلة. زال بندو، ما أجمل هذا الهدف، ما أروع هذا الهدف. يا لا من انطلاقة جوشي حميد لا يرحم، أخطأ المدافع الشاب دنداوي تحت تصفيقات أنصار المولودية. لست أدري هل أنهم يشجعون مدافعهم الشاب أم أنهم يصفقون على جمالية هدف جوشي. أخذ الكرة من دون قلق ومن دون تسرع، سجل هدفا انطلق كالتيجي في باتجاه المرمى. بيشنات رائعة، سجل بروعة في شباك رمضان عبد اللطيف، معادلا الكفة ومعيدا الأمور إلى بدايتها في حدود 10 دقائق لعب من بداية هذه المباراة. هدف مقابل 0. هذا أيوب غزالة طلبها قاسي في ظهر الدفاع، أحسن ما فعل، طلب الكرة في ظهر الدفاع قاسي. مثلما جاءت الكرة بايزيد، هل كان متسللا؟ لا، هاي كرة صعبة، ما أروعها من كرة، ولكن بايزيد يبدو بأنه كان متقدما نوعا ما وكان متسللا في اللقطة الأخيرة. ربع ساعة نار. هاي الكرة الأولى، نعم قبل أن يلمسها وصل زناسلي التسديدة، ولكن دنداوي هذه المرة مرت 18 دقيقة و19 دقيقة يبحثون عن طريق الحسن بانغورا يرفعها في القائمة الثانية. أي تمدد هذا، أي ارتماء وأي إنقاذ هذا من جانب التيم
الذي أبعد الخطر وأبعد الكرة. بنغورا يا بنغورا، ما أخطر الكرة يا بنغورا، ارفعها كان ينوي الشباك الشباك الشباك. قوب طلبها زوغرانا مرة أخرى على الجهة اليسرى، وصل عليها مسوسة، ما فيش وضعية تسلل. هاي كرة هدف، كرة هدف، ما زال الخطر، ما زالت الكرة. أخطاء متكررة وبالجملة من جانب عناصر دفاع فريق اتحاد خنشلة. انطلاقة في مرتدة مرتجعة من بنغورا الحسن، طلبها على الجهة اليمنى هو بن حوة، يوزعها، ما زالت يخرج لها بايزيد، عادت يسددها، يلعبها قصيرة، ما زال الخطر. هل تسدد الكرة؟ فيه لاعبين ساقطين على أرضية الميدان. مسترجع كسار ورشدي. الصورة الجميلة والصورة المعبرة والصورة التي تعبر عن وعي شبابنا الرائع الذين يجددون وفائهم لبلدنا الحبيب كلما أتيحت الفرصة لهؤلاء الشبان المناصرين الذين يعشقون ألوان المولودية، ولكنهم دائما ما يقدمون. قلنا قبل لحظات، هي كرة لمسوسة، كرة لمسوسة، رجل لرجل، وجه لوجه، مسوسة يسددها ولكنها سهلة لليتيم، صعبة، مرفوعة داخل منطقة العمليات. الكرة الثانية يخرجها الدفاع، كرة الثانية عبد اللطيف رمضان في المكان المناسب، رمضان في المكان المناسب، التي صعدت على مشارف منطقة العمليات. بن حوة مرفوع، والكرة من بايزيد بعيدة بالراس. الاتحاد خنشلة يصعب من المأمورية في وسطي الميدان ليوكيل عمار، يغير الجناح، اطلبها من هناك جوشي، وصلت لجوشي امام لاعبين شابين، جوشي وبن داود او بدنداوي، غيرها باتجاه وكيل عمار، ولكن في وقت يرفع الحكم الرابع الوقت المقدر بالبدل الضائع من هذا الشوط الاول بدقيقتين. اشاره هذه في اتريد، هل تكون من محاسن الصدف للمولودية؟ مرفوعة، عادت إلى كرة ثانية لزوغرانا، ما فيش وضعية تسلل، يقول واصل اللعب داخل المنطقة، يتهيأ إلى التسديد، المتابعة الأقرب لتيم كرة الحسن، يلعبها، ما فيش وضعية تسلل. حكم المباراة يقول واصل اللعب، كرة الثاني يا عم، إنه ثاني الأهداف لبايزيد. من هنا بدأت الحكاية، من حاله وضعها له على طبق مسوسة، من هداف في الشوط الأول إلى ممرر حاسم في الشوط الثاني. إنه ثاني الأهداف للمولودية، انطلاقة ترك دريس من خلفه، وهذا لا يضيعها الغزال الأسمراني بهدف ثاني لمصلحة مولودية الجزائر. نعم، بداية قوية، حركت مدرجات ملعب علي لابوانت بهذه الصورة الكبيرة من الصورة العلوية، 2 مقابل هدف، وكأن بسيناريو الشوط الأول يعاد. المولودية سجلت في الخمس دقائق الأولى في الشوط الأول، وسجلت في 3 دقائق الأولى من الشوط الثاني هذا، ولكن اتحاد خنشلة عدل بعد 5 دقائق. هل سيتمكن من التعديل مرة أخرى؟ فيما من قلب المدرجات ترتفع الراية الوطنية عالية خفاقة يحملها أنصار مولودير. هل يراوغ؟ يلعب قصيرة، ضاعت له بكير، مسترجعة من زوغرانا، ما فيش وضعية تسلل، وجها لوجه، بايزيد. عودة المدافع للمرة الثانية، هل هو دريس الذي تفوق من أمام بايزيد؟ هل هو الذي أوقف كرة هدف ثالث؟ هنا بايزيد خلال الكرة، هل نعم دريس يتفوق على أمام بايزيد؟ هل نال من وراء الحسن بنغورا وكذلك بن حوة ينتظران حلة الدقيقة 76. المولودية بكرة ثابتة والمدرجات بعقلية أخرى اشتعلت. هل تتواصل الأفراح على المدرجات؟ اصطدمت وعدت وردت عن طريق توغا، انطلاقة في مرتدة من هناك، رجل من أمامه 3 لاعبين، الحسن بنغورا، والصورة يا يزيد جميلة على المدرجات، شاهد ما يصنع
يصنعه أنصار المولودية الأوفياء. شاهد ما يقوم به، شاهد كيف يحترمون تاريخهم وكيف يستعيدون ذكرياتهم وكيف لا يفوتون هذه التواريخ، وكأنهم يقولون بأن هذا الكيان عريق وكبير وبأنهم لن ينسوا اللاعبين والشخصيات الذين مروا على هذا الفريق. فريق كبير وفريق عريق، مولودية الجزائر. هكذا هي الصورة تأتيكم من على مدرجات الملعب. الشاهد علي لابوينت أسرارها ولم تكشفها، وهذه كرة لبنحوة، بنحوة واناتو أنقذها لتيم في الأولى وفي الثانية من أمام أناتوفي ومن أمام بانغورا. لقطات متكررة، محاولات من جانب عناصر المولودية، ولكن لتيم تكسرت. هذه كرة بنحوة، أناتوف لعبها خرجها السامر وليس بانغورا. يجيك في هذه المسافة وفي هذه اللقطة ويخرج لك هذه الكرة بهذه الطريقة، فهذا